مبروك مجددا للهلال والهلاليين. اكيد شيء ما هوش غريب على نادي الهلال، فريق الالقاب، فريق التتويجات. طبعا نقول اللقب هذا معنوي بدرجه كبيره في المرحله الحاسمه هذه من الموسم. يعني انت تو الحين موضوع الكاس اغلق، باقي 4 ايام و5 ايام ويحسم الدوري. يعني التتويج جاء في توقيت استثنائي وتوقيت متميز للاعبين، لانه نعرف جيدا اللاعب لما يكون فرحان، لما يكون بطل، يدخل مرحلة ثانية أو لقب ورهان ثاني، يكون يعني بمعنويات أكثر مرتفعة. كذلك نعطوا حق الفريق الخلود، وصول فريق الخلود النهائي في حد ذاته إنجاز تاريخي. نقول له مبروك، حتى لو كان يعني خسر اليوم اللقب. فريق الخلود يعني أعطاه درس واعطاه يعني ثقه للانديه اللي في مستوى فريق الخلود انهم عملوا بجد، ركزوا الموسم القادم ممكن توصلوا للنهائي وتوصلوا تلعبوا مباراه النهائيه مع الهلال ولا مع غيره من الانديه. يعني برافو للخلود وبرافو للهلال. عرس كروي كان بأتم معنى الكلمه، تبقى كروي دسم شاهدنا فيه كثير، خاصه في المدرجات. نعطيه حق الجمهور. صحيح. الجمهور اللي عمل اليوم، ما حكيناش عليه، الجمهور اللي عمل لوحات فنيه رائعه في ملعب الجوهره المشع. جماهير الهلال بصراحه خلينا نقول اللي كانت مسيطره في ملعب الجوهره، يعني عملت تيفو نتاعها في المباراه، التشجيع، الصور اللي امامنا. يعني الف مبروك للجماهير الهلاليه. كذلك مره اخرى كما قلت، الهلال فريق يعني فريق الالقاب. الهلال بتاريخه المجيد يبقى دائما يعني فخر لكل السعوديين وكل الجماهير العربية. يستاهلون سريعا. ابو